السكر ليه اسباب كتير. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، كل الامراض لها علاقه بالجينات، بس هو التفرقه هنا هو المرض وراثي ولا مش وراثي. انما المرض عشان يحصل لازم يبقى فيه مشكله في الجين، فعشان كده الجينات هي الاساس. عشان كده قلت لك حياتك في جيناتك، لان اي مرض عباره عن مشكله في الجين، فبتبقى بتنعكس على الوظائف بتاعه الجسم الانسان. السكر اللي بيجي في الكبر ده عاده بيبقى وراثي. طب السكر بتاع الصغيرين، السكر بتاع الصغيرين في جزء بيستجيب للانسولين وجزء ما بيستجيبش للانسولين. اللي ما بيستجيبش للانسولين ده عاده بيبقى وراثي. وراثي ازاي؟ انه بيتعالج زي السكر بتاع الكبار، بيسموه مودي دايابيتس. فده لازم بالتعاون مع الدكتور بتاع الغدد ودكتور الوراثه بيقدروا ان هم يوصلوا لتشخيص السكر ده، وبالتالي يحطوا له خطه العلاج السليمه عشان في الاخر ما يبقاش بيتعالج بطريقه غلط وياخد انسولين وهو ما بيستجيبش. وعاده بتلاقي الطفل اللي عنده السكر ده وزنه ازيد من الطفل التاني اللي عنده سكر تايب 1.